انت عارف في حاجة اتعلمتها من شغل على منصة ابورك لأكتر من 7 سنين. الفكرة مش في الشغل اللي انت بتقدمه، الفكرة في لفة الهدايا اللي انت في الاخر بتديها للعميل لما انت بتقدم له الشغلانة اللي هو طلبها منك. ده كله بيندرج تحت حاجة واحدة بس، وهي الكوميونيكيشن سكيلز. خليني كده احكي لك قصة عن واحدة اسمها سارة. سارة عندها خبرة كويسة جدا في الترجمة، ولكن كان عندها مشكلة واحدة بس، ما بتعرفش ازاي تتكلم مع العميل. يعني هي كويسة في الحاجة اللي بتعرف تقدمها، جميل، ولكن لما تيجي تنفذ الشغل للعميل او تيجي مثلا تبعت له رساله تقول له انا عملت كذا او كذا او كذا، العميل كان بيستاء منها جدا. فالعميل جه بعت لها رساله معينه، قال لها ايه سياستك في كتابه المقاله اللي انت كاتباها؟ فقالت له It's nice, it's going to attract customers. ده كان رد سارة على العميل. طبعا مش قادر اقول لك قد ايه ان العميل ما ارتاحش، ورغم ان سارة بعتت له المقالة في الميعاد اللي هم اتفقوا عليه، اتفاجئت ان العميل ادالها 3 نجوم. فالعميل كتب لها ايه في الفيدباك بتاعتها، اللي هي الرأي اللي العميل بيديه للفريلانسر بعد ما بيخلص. كتب لها I wish she can express herself even more. وبعد ما سارة اتعلمت ازاي تتواصل مع العملاء بشكل كويس، خليني اقول لك ان كل تقييماتها دلوقتي ما شاء الله تقريبا 5 نجوم. عايش بجد يا سارة. طب تعالى كده لو اتكلمنا عن الكوميونيكيشن سكيلز، انا بحسبها في خطوات بسيطه شويه ممكن بجد هتفرق معاك لما تيجي بتتواصل مع العملاء بتوعك. اول رساله هي لازم تبقى وديه جدا، مش وديه زياده عن اللزوم، وفي نفس الوقت مش حاجه كده رساله ناشفه بتبعتها للعميل، لان ديت هي اللي بتحدد الانطباع كله. لازم تبدا بترحيب بسيط. خد بالك ان انت مش شغال عند العميل، انت شغال مع العميل، مقدم لخدمه. حاجه بلاحظها في معظم الناس اللي في مصر وفي الامارات وفي السعوديه، بما ان انا بتعامل مع معظم الفريلانسرز هناك، بيتعاملوا ان العميل ده آلهة، لو قال اي حاجه بيردوا برد. يعني خليني اقولها لك مثلا بشكل مختلف ازاي، بيدوا سوفت سكيلز زياده عن اللزوم بشكل يخلي العميل يقفل منهم. طب تعالى كده حسن ادينا مثال، انت عمال بتتكلم وخلاص، طب ما تدينا كده مثال. انا راجل بشتغل مثلا دلوقتي فيديو اديتور، والعميل دخل بيتكلم معايا وخلاص فتحنا مع بعض اول عقد. لازم تحدد الكوميونيكيشن فلو او السيل بتاع الكوميونيكيشن في 3 حاجات. الحاجه اللي انت خلصتها النهارده بتقول له كده مثلا هاي محمد، النهارده انا اشتغلت على مجموعه من الفيديوهات، وزي ما اتفقنا بناء على العقد اللي ما بيننا عملت الفيديوهات ديت بشكل كذا، ترانزيشنز عامله كذا، والهدف في الاخر خالص ان احنا نعمل كذا تيست من الفيديوهات دي عشان تتاكد من الجوده بتاعه الحاجه. الهدف في الاخر ان احنا نخليهم فيديوهات تبقى فايرال على السوشيال ميديا. فحابب ان انا اخد منك رايك، وخليك دايما العميل حتى لو شتمك خد الكلام ده مش ان هو بشكل شخصي، انت بتحاول طبعا تفهم. طبعا العميل مش هيشتمك ابدا على ابورك، ولو ده حصل ابورك هيقفلوا الاكونت بتاعه، ولكن ايا كان رد العميل عليك خليك دايما متفتح وافهم دايما هو ليه اداك الرد الوحش ده. تاني حاجه، لازم لما تشتغل مع العميل، ودي مصيبه بشوفها دايما مع الفريلانسرز اللي معايا، اكون داخل معين حد على ابورك وداخل بقول له الشغل 1 2 3 4 5، ابتدي ابعت له رساله و2 و3، يحصل حاجه من الاثنين. والله حصلت من دكاتره اشتغلت معاهم ومن ناس كبيره جدا في المقام، وهذا لا يعني ان هم ناس وحشه، ولكن طريقه الكوميونيكيشن بتاعتهم كانت سيئه جدا. يعني كان في مره في فريلانسر بقول له بقالنا اكتر من اسبوعين عاوز ان انا اعرف انت عملت ايه في الشغل، والديدلاين بتاع الشغلانه 5 ايام فقط. يعني مثلا هبتدي معاه يوم الاثنين يسلم الشغل الجمعه، لقيته بعد 10 ايام باعت لي كلمتين not interested. تخيل ان انت المفروض تكون عميل والفريلانسر يبعت لك not interested. انا مش جاي ابيع لك طماطم، انت في الاخر خالص دي شغلانه. طب انت دلوقتي مش عاوز تكمل مع العميل دوت في الشغل لاي سبب من الاسباب، لازم تشرح له 3 حاجات. ايه السبب ان انت هتسيب الشركه او هتسيب الشغلانه وهتمشي؟ اعتذارك الشديد جدا للعميل. وثالث حاجه انك تتمنى انك تشتغل معاه في المستقبل بشكل ذوقي عشان العميل يفهم ويقدر ده، او ما تتاذيش في حته التقييم. طلب التقييم بقى ده مهم جدا جدا. اوعى تقول للعميل اديني 5 نجوم، ده بشكل كبير جدا ممكن يخلي العميل يقفش منك. وفي نفس الوقت كمان في حاجه اسمها برايفت فيدباك العميل ممكن يديها لك، هتاثر على الحساب بتاعك حتى لو هو مديك 5 نجوم. فمهم جدا انك طول ما انت شغال مع العميل لازم تبعت له رساله كل 2 3، مش كل يوم طبعا، يعني كل 3 4 ايام. تعالى مثلا نقول انك شغال مع فيرتشوال اسيستنت، انت دايما مخلي فيه نوع من الكوميونيكيشن، وديت دايما حاجه بعملها مع كل العملاء بتوعي. ابعت للعميل اقول له هو انت لحد دلوقتي حاسس ان في اي حاجه محتاج ان انا احسن نفسي فيها، او في اي جابس او حتت فاضيه مثلا شايف ان انا محتاج املاها عشان اعرف ابقى احسن؟ السؤال هنا مش بحاول ابين له ان انا عملت غلطه، انا بحاول استشف منه هو مبسوط ولا لا. بعد ما بنخلص الشغلانه باجي في الاخر خالص بقول له بجد انا استمتعت جدا مع الشغل معاك، وحابب ان انا اعرف تقييمك لان انا بشتغل على ابورك، ورايك دايما وتقييمك العادل ليا هو اللي هيخليني اكبر اكتر على المنصه كمان. ومش كده بس، انا حابب ان انا اكون معاك في رحله قادمه ان شاء الله لو انت قررت ان انت تعين فيرتشوال بقى اسيستنت او فيديو اديتور. ولو حابب ان انا اعمل فيديو كامل فيه احسن 10 جمل ببعتهم للعميل عشان اطلب منه فيدباك كويسه، قول لي وانا هشرح لك حاجه زي كده. السلام عليكم.